أهلا بيكم في قمة الجولة العاشرة في الدوري المصري بين بيراميدز والأهلي. بيراميدز متصدر ب20 نقطة والأهلي ب19 نقطة. النهاردة هنقارن بين لعيبة الفريقين. جاهزين يا كباتن؟ أنا جاهز. هنبدأ بالحارس. ربنا يستر بس. محمد الشناوي ولا أحمد الشناوي؟ احمد الشناوي بتاع بيراميدز. هختار محمد الشناوي. الشناوي يقدم صح. ده هو الشناوي الصراحة أنا مختاره بس عشان كأداء الشناوي اللي هو من اللي احنا كنا شايفينه قبل كده، إنما دلوقتي الماتش ده بامانه الشناوي. أنا خايف والله مدي أشوف. لو شوبير هنختار شوبير، بس الشناوي ما بيعملش كده يعني ممكن تعملها كده. ما بيمدش ايده، فهنختار احمد الشناوي. طبعا المقارنة المحسومة، هاني ولا الشيبي؟ الشيبي احسن محترف في مصر واحسن باك يمين في مصر كمان. أكيد يعني الأسطورة، مش هختار محمد هاني. الشيبي طبعا. ياسر إبراهيم ولا علي جبر؟ ياسر ابراهيم. ممكن علي، يعني هو ياسر راجل وكل حاجة، بس علي جبر مثلا كورته حلوة، يعني أعلى من ياسر بكتير. رامي ربيعة ولا أحمد سامي؟ احمد سامي. أحمد سامي. يحيى عطية الله ولا محمد حمدي؟ يحيى عطية الله. يحيى عطية الله كان انا بحبك يا يحيى من يوم ضرب الجزاء. يحيى عطية الله من قبل ما يجي الاهلي، وبعد ما علي معلول اتصاب انا كنت بطالب. بص يعني عمالين نقول، الجمهور كله عمال يقول لك هو بديل علي معلول يحيى عطية الله. مروان عطية ولا توريه؟ مروان عطية. هي بصراحة مقارنة يعني مقارنة مثيرة ظالمة جدا جدا بس الصراحة. مروان انا عطية. لو انا اختار الاثنين فاهم، لسبب ممكن مروان احط عطية نص ونص. 50-50 يعني يعني. أحط هو مثلا، اختار مروان عطية، انا اختار. أو أحط مثلا بس أنا ما ينفعش لو أقول السكور مثلاً. 5 يبقى 5.5. وتوريه بأمانة خلاص متألق إحنا جدا، بس مروان عطية لأن استمرارية مروان عطية فهو يتفوق عن توريه. مروان عطية من احسن اللعيبه في مصر حاليا. بقالنا كتير ما شفناش لاعب ست طالع بنفس الامكانيات اللي هو فيها دي. انا هختار مروان عطية. إمام عاشور ولا رمضان صبحي؟ إمام عاشور. امام عاشور، بس هو رمضان حاجه عاليه قوي، بس هو فكره إن هو ما بيلعبش في نادي جماهيري وكده بقاله فترة بيلعب احتياطي. وبعدين بينزل يعمل تأثير قوي، عامل ثنائية مع إبراهيم عادل متألق قوي رمضان، بس إمام عاشور شايل الأهلي الفترة إمام دي. عاشور ماسك فورمة كريستيانو رونالدو مع مانشستر. هو شايل الأهلي الفترة دي الأخيرة، وهو الوحيد اللي بيلعب لأجل كورة. أكرم توفيق ولا وليد الكارتي؟ وليد الكارت. وليد الكارت طبعا. يا سلام، مفيش أي. لا احسن اكرم بيقول لك ما يزعلنا وخلاص احنا زعلانين. حسين الشحات ولا إبراهيم عادل؟ إبراهيم عادل طبعا. ايه اللي جاب ابراهيم عادل جنب حسين الشحات؟ يعني ابراهيم عادل. في كلام إن هو ممكن يحترف إبراهيم عادل. إبراهيم عادل أتمنى يمشي من الدوري المصري في أسرع وقت. إبراهيم والله عادل لاعب بكواليتي عالي والله العظيم، عايزين نشوفه. هو يعني يعتبر هو ستايل من عمر مرموش. كان هينتقل في بداية الموسم الاختافي، بس بيراميدز عملت شروط تعجيزية خلت الصفقة تفشل. هو برضك هو كان ماشي بطريقه وحشه، ما مشيش عن طريق النادي، هو مشي عن طريق وكيله وهو لوحده. ما في نادي المفروض كان العرض يجي للنادي، كان زمان طلع من اول الموسم لعب في اختافي. بس انا مش شايف هو هتبقى احلى من انه يبقى موجود في مصر اختافي طبعا. بس هو اختافي انت شايف هيبقى عامل شبه رمضان صبحي لما راح ستوك سيتي كده، هو فريق ما بيهاجمش فمش هيظهر امكانياته. انما هو هتبقى خطوه حلوه ليه، اللي هو ايه، يلعب هناك مثلا، ممكن يروح فريق تاني يتشاف في حته تانيه كده. ما هي بتبتدي خطوة خطوة. أيوة. هو مش هي. شايفه تريزيجيه يعني لو مشي على نفس احنا بنتكلم عن الفرقه اللي هيروح فيها ما بتهاجمش، فما امكانياته مش هتظهر. رمضان صبحي كان كويس بس هو ما راحش فرقه بتهاجم يعني، فعشان كده رجع من الاحتراف. ابراهيم المقارنه مش زي بعض. ابراهيم عادل ايجابي جدا على الجون، رمضان غير كده خالص. هيفرق هناك في. طبعا نتمنى طبعا التوفيق لإبراهيم عادل، ونشوفه طبعا نجم من نجوم مصر زي مرموش ومحمد صلاح. كريم الدبيس ولا مصطفى فتحي؟ مصطفى فتحي. مصطفى فتحي. أسامة أبو علي ولا مايلي؟ أسامة أبو علي خد منه هداف الدوري في آخر لحظة الموسم اللي فات. ده مين ده؟ أسامة أبو علي. ماشي بس هو كان التاني اصلا فاضل له ماتش وحمدنا ربنا الماتش خلص خلاص وما جابش جوان، فهو اسامه ابو علي طبعا. أسامة أبو علي. طبعا دي كانت مقارنة بين الأهلي وبيراميدز. طبعا نتمنى الناس تتوقع معانا في التعليقات نتيجة المباراة.